ازاي اقدر انفذ بروجكت واسلمه في ميعاده واطلعه باحسن كواليتي؟ هو ده موضوع حلقه النهارده. السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل، نقدر نقول ان دي خطوات بقدر امشي عليها عشان اقدر اطلع او اسلم البروجكت اللي العميل عايزه في الوقت المحدد وبالكواليتي المطلوبه من غير ما تواجهني اي مشاكل. اول خطوه عندنا هي البلاننج والريكويرمنت اناليسيس، وفي الخطوه دي ببدا ان انا اطلع كل الريكويرمنتس بتاعت العميل، ونقدر نقول ان دي اهم خطوه في المشروع لان كل المشروع مبني على الريكويرمنت اناليسيس اللي انا طلعتها. الخطوه دي بيقوم بيها التيم بتاع الاناليسيس، وممكن التيم بتاع السيلز يشترك، وممكن حد عنده خبره في السكوب بتاع البروجكت دوت عشان نقدر ندرس كويس بيئه العمل وايه هي المتطلبات بتاعه العميل عشان اقدر انفذها له واطلعها له في الوقت المحدد. تاني خطوه وابدا بعد كده ان انا ديفاين الريكويرمنتس بتاعتي بعد طبعا ما درست بيئه العمل كويس جدا وحددت ايه اللي العميل عايزه، وبنبدا ندوكيمنت الكلام ده كله في دوكيمنت مهمه جدا اللي هي السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز او المشهوره بالاس ار اس، ودي بتبقى بمثابه عقد ما بيني وبين العميل ومحطوط فيها كل المتطلبات بتاعته اللي احنا هنبدا ننفذها. بعد كده ببدا ان انا اعمل ديزايننج للبرودكت اركتكتشر، وهنا بنحدد الاركتكتشر بالظبط اللي هنمشي عليها في مرحله التنفيذ، ودي خطوه مهمه جدا بيقوم بيها السوفت وير انجينيرز الموجودين وبيحددوا فيها الاركتكتشر بتاع البروجكت بتاعنا. بعد كده بنبدا في مرحله الديفلوبمنت او التنفيذ، ودي اللي بيشتغل فيها الديفلوبرز الموجودين، وبيمشوا طبعا على كل الجايد لاينز اللي اتحددت في الاركتكتشر او في الفيز اللي فاتت، ويبداوا فيها ان هم ينفذوا البروجكت ويستخدموا طبعا التولز اللي اتحددت في كل الفيزز اللي فاتت والكومبايلرز ولغات البرمجه اللي هتنفذ بيها البروجكت دوت. المرحله اللي قبل الاخيره وهي التستنج، بيبدا هنا التيم بتاع التست ان هو يبدا يتست البرودكت اللي طالع من التيم بتاع الديفلوبمنت، ويقدر يشوف لو في اي مشكله يعمل بيها ريبورت للتيم بتاع الديفلوبمنت، التيم بتاع الديفلوبمنت يبدا يصلحها، يعمل لها مينتيننس ويرجعها تاني للتيم بتاع التستنج، وهكذا لغايه ما كل المشاكل اللي عندنا في البروجكت تتحل. وطبعا التيم بتاع التستنج بيبقى واخد السوفت وير ريكويرمنت سبيسيفيكيشنز او الاس ار اس كمرجع ليه عشان يبدا ان هو يحل كل المشاكل لغايه ما الريكويرمنتس تقابل متطلبات العميل اللي احنا كنا متفقين عليها. اخر مرحله عندنا وهي الديبلويمنت، ببدا بعد كده نعمل لاونش للبروجكت بتاعي، والديبلويمنت هنا ممكن ما يبقاش كلي، يعني ممكن اجيب تيست يوزرز يبداوا يستخدموا البروجكت بتاعي، ولو ظهرت اي مشكله بنرجعها تاني للتيم بتاع الديفلوبمنت عشان يحلها لغايه ما السيستم يبقى ستيبل ما فيهوش اي مشاكل عشان اليوزرز الباقيين يقدروا يستخدموه. ده كان موضوع حلقه النهارده، وازاي تمشي على السوفت وير ديفلوبمنت لايف سايكل عشان تقدر تنفذ البروجكت بتاعك في الوقت المحدد وبالكواليتي المطلوبه منك. استنونا الفيديو اللي جاي، نشوفكم على خير.